ابراهيم عادل الى النادي الاهلي. انت بتقول يا عم انت مجنون؟ زي ما بقول لك، هقول لك على كل التفاصيل، بس قبل ما اقول لك على اي تفصيل عزيزي الاهلاوي، رجاء منك لايك وشير، وما تنساش النهارده الجمعه صلي وسلم على النبي محمد كتير. الصلاه والسلام على النبي النهارده بالذات بتوصله صلى الله عليه وسلم، وبيقوم يرد عليك عليه الصلاه والسلام بنفسه، فاوعى تكسل، صلي وسلم على النبي محمد. تعالوا اقول لك على التفاصيل. ابراهيم عادل هو الصفقه اللي الاهلي نفسه فيها بقاله فتره كبيره جدا، وحاولنا فيها كتير، ولكن طبعا لصعوبه الصفقه مع بيراميدز الموضوع كان صعب، فالولد حاول يطلع كتير بره ويلف ويجي لنا، ولكن ما علينا. مهم هو دلوقتي فين؟ في الجزيره الاماراتي. الاهلي عرض على الجزيره خدوا حسين الشحات ومعاه $1.5 مليون وادونا ابراهيم عادل. الجزيره قالت لهم لا. طيب العرض التاني اللي بيتجهز ليناير بإذن الله هتاخدوا حسين الشحات وعليه $2 مليون. $2 مليون، كل دي فلوس. حبيبي ما تنساش ان انت لو فزت بدوري ابطال افريقيا هتلعب كاس العالم للانديه 2029 السنه دي، يعني قدامك 2026 و27 و8 اي سنه فيهم. فوز بدوري ابطال افريقيا، اعمل نتائج جيده، اوصل لقبل النهائي، هتروح كاس العالم 2029. يعني ايه؟ يعني دولارات كتير، يعني اصرف، يعني هات لعيبه، زائد ان انت عندك اصلا لعيبه جامده. يعني الاهلي عنده تخمه من النجوم، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي راسم مشروع قدام ان لازم اي نجم مصري موجود يكون عندي في الفريق، علشان انا النادي الاهلي. افتكروا صفقه بن رمضان تعبتنا قد ايه لحد ما جبناها. كمان صفقه ابراهيم عادل، كلنا اداره وجمهور واعلام لازم بقوه نفضل وراها لحد ما يجي باذن الله. ابراهيم عادل هو اهم وافضل لعيب موجود في مصر في الفتره الاخيره، كلنا عارفين الكلام ده. ان شاء الله قريب يكون اهلاوي باذن الله. قولوا يا رب يا اهلاويه. ما تنسوش زي ما قلت لكم في الاول الصلاه والسلام على النبي، واوعى تنسانا من اللايك والشير والمتابعه عشان يوصلك كل جديد. سلام.